السلام عليكم، مرحبا بكم عند مونس الدار فاتي. اليوم غادي نحضروا باندومي ومعجون الزيتون الاسود. تيجي خطير وبمكونات اقتصاديه، وكذلك باندومي بمكونات اقتصاديه وتيجي مفشفش وحسن من هذاك ديال الزنقه بألف مره. لنبدأ على بركة الله. غادي ناخدو 600 غرام ديال الدقيق. انا هنا خديت غير الدقيق الكامل، يمكن لكم انكم تاخدو نص فينو ونص فرص، المهم اللي حبيتو. انا هنا خديت غير الدقيق الكامل، ضفت له واحد المعلقه ديال الخميره، شويه ديال الملح على حسب الذوق، واحد جوج معالق كبار ديال العسل. يعني انا كما كتلاحظوا راه دير 4 المعالق صغار، يعني ما يعادل جوج معالق كبار. وغادي نحشنو. انا هنا ضفت كاس ديال اللبن وضفت عليه الماء دافي، تقريبا واحد نصف لتر، يعني كاس ديال اللبن وما تبقى ديال الماء دافي. وصافي غادي نعجنو مزيان حتى تبقى لينا شويه خفيفه العجينه، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش غير رخوه شويه، يعني تكون شويه خفيفه. غادي نعلقوها مزيان وغادي نخليوها ترتاح واحد ل5 دقائق. غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح 5 دقائق. من بعد غادي نرجعوا لداك العجينه، كنلاحظوها بانها تلقات راسها وزادت تعلكت. غادي نرشو يدينا شويه بالماء ونحاولوا نخبطوا داك العجينه مزيان بهذه الطريقه هذه. كنديكازيو داك الهواء اللي تكون فيها، وكذلك بهذه الطريقه هذه كتعلك مزيان. غادي نعاودو هاد الطريقه هادي من 3 حتى 2 المرات. المهم انا هنا عاودتها تقريبا واحد 3 ديال المرات. هادي المره الثانيه غير كنرشو يدينا و بالماء ونبداو نطلقوها بهاد الطريقه هادي. كما كتلاحظوا راه العجينه كتلتصق في اليدين. غادي نغطيوها ونعاودوها المره الثالثه. في المره الثالثه من بعد ما غادي نعاودوها غادي نضيفو لها واحد 2 معالق ديال زيت نباتيه حتى نعاودوها هكا بهاد الطريقه هذه. ونحاولوا ان نضربوها مزيان بهاد الطريقه هذه، نخبطوا داك العجينه. غادي نضيفوا واحد 2 معالق ديال زيت نباتيه ولا زيت الزيتون، المهم اللي متوفر. انا هنا ضفت غير زيت نباتيه صافي. وغادي نحاولوا ندخلوا داك الزيت مزيان في العجينه، يعني نخبطوا العجينه مزيان حتى تدخل داك الزيت اللي ضفنا. الزيت هو اللي تيضيف لها داك الهشاشة اللي كتبقى فيها مدة طويلة. هنا من بعد غادي نخليوها ترتاح، وغادي ناخدو واحد المول غادي ندهنوه بالزبدة، وغادي نرشو شوية ديال السميدة. انا هنا خديت غير السميدة البيضاء فاش قرصت وباش رشيت المول ديالي. من الاحسن قرصو غير في السميدة البيضاء. واللي ما متوفر، وكيف قلت لكم اللي ما متوفرش عندها السميده البيضاء يمكن لها انها غير في السميده الصفراء ولا السميده ديال الذره، وكذلك ولا الفينو، المهم اللي متوفر عندكم. غادي نحاولوا نطلقوا العجينه ونجمعوها بهذه الطريقه هذه بحال لي باغيت، وغادي نوضعوها في المول ديالنا. من بعد ما غادي نوضعوها في المول ديالنا غادي نحاولوا نقادوها مع الجوانب ونضغطوا عليها بهذه الطريقه باش تقاد لينا. من بعد غادي نزينوها تزيين تيبقى اختياري، يمكن لكم انكم تخليوها غير هكا. انا هنا زينت بالجلجلان وشويه ديال البافو وشويه ديال الشوفان، خلطتهم تقريبا معلقه وخلطتهم وزينت الوجه بواحد الكميه مهمه. المهم هنا كونوا سخين وخليوها تختمر. يمكن لكم انكم تزينوها غير بالجلجلان غير بالشوفان البافو، المهم اللي متوفر عندكم، زجلان بيض اسود، المهم اللي متوفر. غادي نخليوها تخمر حتى تبقى تقريبا 1 سنتيم ولا 2 سنتيم على المول ديالنا. ومن بعد غادي نوضعوها في الفرن على درجه حراره 200 درجه من الفوق. بطبيعه الحال الفرن يكون مسخون حتى طيب لينا وطلع لينا باندومي ديالنا، وعاد نحمروها من الفوق.
هنا من بعد ما طابت غادي نخرجوها، غادي نوضعوها في واحد المنديل، غادي نغطيوها مزيان ونروليو عليها السلوفان. من بعد واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق من بعد ما خرجناها من الفرن، يعني ماشي مباشرة، وغادي نخليوها تقريبا واحد 6 سوايع، ومن الاحسن تبات. عاد يمكننا ان هنا نقطعوها. هنا غادي نمرو نحضروا معجون الزيتون الاسود. هذا المعجون هذا تيجي خطير وتيجي بنين بنين بنين. يمكنكم انكم تدهنوا به البان الدومي ديالكم، لي كرواسون، مهم ويصلح حتى انكم تحضروا به مملح تيجي بنين وخطير. هنا خديت زيتون اسود، هذا يعني بلدي على حقه وطريقه، يعني ماشي خديته من عند العطار ولا، هذا بلدي. يمكن لكم انكم تاخذوه من عند العطار، ولكن منين تاخذوه تاكدوا بانه زيتون اسود 100%، يعني ماشي مسبوغ. هنا من بعد ما خديت الزيتون حيت له داك العظم ديالو، داك النواه ديالو تقريبا. هنا انا خديت كاس ديال الزيتون، ضفت له واحد 3 د الفرماجات. نتوما يمكن لكم انكم تضاعفوا الكميه، انا تنصوب غير هاد الكميه هادي، يعني كل سيمانه تنصوب قد هاد الكميه. هنا ما تفوت لي سيمانه، نتوما عينكم ميزانكم، كل واحد شنو كيستهلك. بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوا. هنا غادي نطحنوا مزيان في الهاشور ولا في الخلاط الكهربائي، المهم اللي متوفر عندكم. انا هنا تيعجبني يبقى شويه مهرمش. يمكن لكم انكم تطحنوه مزيان حتى يولي لكم تقريبا تكستور ديال الزبده تقريبا. انا هنا تيعجبني هكا يكون شويه باقي مهرمش. يمكن لكم انكم كما قلت لكم تطحنوه مزيان يولي لكم بحال زبده تقريبا، زبده ديال الفول السوداني ولا هكاك، تيكون التكستور ديالو. انا كما قلت لكم تيعجبني غير هكا، وكنحتفظ به غير في المبرد، يعني يبقى لك حتى 15 يوم، راه ما تيضيع ما والو، تيبقى هكاك، يعني غير حيت الاضافه ديال الفخوماج. هنا من بعد انا تقريبا دازت غير شي ساعتين هكاك، وبديت تنقطع في البان دومي ديالي، لان غتلاحظوا في التقطاع ما غاديش يتقطع مقاد بحال منين تيبات. منين تيبات راه تيجي خطير، لا في التقطاع ولا في كلشي، وحتى البنه وتيجي هشيش. ها كما كتلاحظوا كيجي هشيش، وفتي كيجي بحال لي كيك تقريبا، ولكن خطير خطير. انا تحضروه الكوتي ولا الفطور، ولا يمكن انكم ديروا به سندويشات للوليدات، اللانش بوكس. هذا هو الشكل النهائي للباندومي ديالنا. ومعجون الزيتون الاسود راه تيجي زوين، وهذا الزيتون الاسود يمكن لكم انكم تدهنوا به الخبز ديالكم ولا المسمن ولا اللي بغيتو، ويمكن لكم انكم تستعملوه كحشوات، راه تيجي خطير. بالصحة والراحة، ونتمنى انكم تجربوا، وما تنساونيش من واحد القليب وكذلك لي كومونتير ديالكم الزوينه. وبالنسبه للناس الجداد ما ينساوش واحد ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالصحة والراحة، الى وصفة مقبلة.